الأهم من الشغل تجهيز الشغل. مهم جدًا قبل ما أعمل أي وصفة إن أنا أجهّز الخطوات بتاعتي، علشان في خطوات وفي وصفات بابقى عايزة حركة سريعة شوية، زي وصفتنا النهارده. إحنا النهارده هنعمل فولية مع بعض، فمحتاجة إن أنا يبقى عندي كيس تلاجة مفتوح بالشكل ده ومدهون زيت ومركون على جنب، ومحتاجة كمان إن الحاجة اللي هاشتغل فيها تبقى مدهونة زيت وعليها كيس تلاجة وهو كمان مدهون زيت. طب أنا دهنت زيت الأول ليه؟ عشان أثبت الكيس حلو عليها ما يتحركش معايا يمين وشمال. تمام، بدهنه زيت حلو قوي، وبركن بقى الخطوات بتاعتي دي على جنب، وابدا اروح بقى على الخطوات التنفيذيه بتاعتي الاساسيه بتاعتي الفوليه النهارده. محتاجه نص كيلو من الفول السوداني، بجيبه من المقله، بلاش بتاع العطار اللي بيكون مركون ده. بعد كده بحطه في صينيه وادخله فرن على حراره هاديه جدا، يا دوبك بس اسخنه مش بحمصه. بعد كده هجيب الطاسه بتاعتي، بنزل فيها بكوبايه الا ربع سكر وربع كوبايه ميه ومعلقه كبيره من عسل الجلوكوز، وكمان معلقه كبيره من ميه الورد، وبرفعها على نار متوسطه. اول ما تغلي بسيبها 5 دقايق وابدا اعمل معاكم الاختبارات دي. ركزي معايا حلوه قوي. اول اختبار انا عملته طلعت طريه جدا معايا، لا ولسه ما استوتش. تاني اختبار بدات تتماسك معايا سنه بالشكل ده كده. تالت اختبار حتى لون العسل معايا بدا لونه يصفر شويه وبدا يكرمل معايا، يعني وانا بطلعها حتى كمان من الطبق او البوله كانت مكرمله معايا. دي الخطوه اللي انا عاوزاها بالظبط، انا عاوزاه يوصل معايا لمرحله الكراميل. وطبعا هتشوفوا لونه دلوقتي عامل ازاي. اللون بتاعي بيكون لون دهبي فاتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مهم جدا يكون عندي الفول السوداني سخن والعسل بتاعي سخن. بقلب الاتنين في بعض. طب لو الفول السوداني حطيته بارد هيمسك معايا على طول، هيبقى صعب الشغل معاه. فعشان كده بقول لك دفيه في الفرن تعرفي تمسكيه بايديكي، مش عايزاه اكتر من كده. بفضيه بقى على القطاعه بتاعتي اللي انا كنت مجهزاها، وغطيته بكيس التلاجة اللي انا كنت دهناه زيت، عشان تعرفي ان في خطوات لازم اجهزها الاول علشان تسهل عليا الوصفه بتاعتي، وعلشان في حاجات بتبقى مطلوب فيها السرعه. الحمصيه بقى، السمسميه، السودانيه اللي بتعمليها باي حاجه، الخطوات دي مهمه جدا جدا السرعه فيها، علشان بتمسك بسرعه وبتشد معاكي كمان بسرعه. تمام. بعد كده فردتها بالشكل ده وهي لسه سخنه، هبدا اقطعها. هتقولي ده بتبقى لسه طريه مش هتتقطع معايا، لا هتتقطع معاكي بسهوله جدا. طبعا تقدري تساوي الاطراف زي ما تحبي وتقطعيها بالشكل اللي انت حباه وبحجم القطعه اللي انت عاوزاه. وصلنا لغايه هنا، ما تنسوش تنزلوا في الكومنتات صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انتوا تاخدوا الاجر وانا اخده معاكم باذن الله. وما تنسوش كمان تعملوا لايك حلو كده للفيديو وشير كتير عشان الكل يستفاد. بعد بقى ما بردت معايا، شايفين بتتكسر معايا بمنتهى السهوله، هشه جدا. تاكليها كده حاجه طعمه كده وجميله، ما فيهاش سكر كتير او عسل كتير. هتعجبك جدا جدا الوصفه دي. كل سنه وانتم طيبين، يا رب تنعاد عليكم الايام بالف خير.